السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا واقض لنا حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، فضل غسل يوم الجمعة. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، ومعنى قوله فلا يفرق بين اثنين أي لم يتخط رقاب الناس ولم يؤذ أحدا من الناس. ومعنى قوله ثم ينصت إذا تكلم الإمام أي إذا صعد الخطيب المنبر، إذا صعد الإمام المنبر فلا كلام ولا سلام، ومن تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي ذهب أجر يوم الجمعة. أسمعتم أيها الإخوة؟ أسمعتم إلى الأجر والثواب العظيم لمن يغتسل يوم الجمعة ويتطهر يوم الجمعة ويذهب إلى الجمعة باكرا. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.